ازيكم؟ قصص الرعب كتير قوي، بس كل قصة بتختلف عن التانية. قصة النهاردة عن السحر، وده بيبقى بسبب الغيرة والحقد. بنت بتحكي بتقول انا اتعمل لي سحر من اقرب الناس ليا. البنت بتقول انا ما كملتش اسبوع من جوازي وابتديت احس بحاجات غريبة قوي في البيت، بقيت بشوف خيالات كتير وبحلم بكوابيس كتير، ودايما انا وجوزي بنتخانق قوي، وطول الوقت بصحى بلاقي في جسمي خرابيش، وبلاقي دايما حاجات كتير غريبة في البيت بتتحرك من مكانها، لدرجة ان في يوم قمت مفزوعة من النوم على حلم غريب قوي. بس كل لما اقول لجوزي كان جوزي ما بيصدقنيش، لحد ما في يوم كنت قاعدة انا وهو بنتفرج على التلفزيون، وفجأة بقيت بشوف خيالات كتير وفضلت اصوت لحد ما هو اتصدم وقال لي بس اهدي، ففضل يقرأ عليا القرآن وهديت، وراح جاب لي شيخ، واكتشفت ان معمول لي سحر اسود بالخراب، واكتشفت ان اللي عمل كده اقرب حد ليا.